ليه محمد صلاح خرج من ماتش مصر وغانا؟ بيقول عشان إصابة في الخلفية ومش قادر يكمل. طب ما تيجوا نشوف صلاح بعد الإصابة. فعلا شكلك مصاب وإصابة خطيرة كمان. طب قبل الماتش ده بشوية، ومش بشوية كتير كمان، يجي من 3 أسابيع كده الشناوي برضه اتصاب في الخلفية. طب ما تيجوا نشوف الشناوي وهو خارج من الإصابة. استاذ محمد بن زايد، سلامات يا شناوي. طبعا فيتوريا يهمه جدا سلامه محمد الشناوي، الحارس الاساسي بالنسبه له لمنتخبنا الوطني، وسلامه كل اللعيبه. انما احنا بنتكلم على ارض الواقع. خارج محمد الشناوي وهينزل مصطفى شوبير، وراح له كولر وحسين الشحات ومشي يانكو مدرب الحراس وكهربا، كلهم كده. أظن الفرق واضح بين الاتنين. طب تعالوا نشوف بقى ليه محمد صلاح عمل كده. في حالتين، الحالة الأولى بتقول إنه ما استحملش الضغط اللي عليه من الجمهور والسوشيال ميديا والإعلام، وبيقولوا إنه هو مش عامل حاجة للمنتخب، وإن أداؤه في المنتخب غير أداؤه في ليفربول. بص يا أبو صلح، أنا مش شايفة إن ده مبرر إنك تعمل كده، وخصوصا إنك راجل محترف كبير يعني متعود على الضغط ده، سواء في الضغط في الدوري الإنجليزي أو الضغط في دوري أبطال أوروبا. بلاش كده. مش حضرتك بتتقارن بميسي وكريستيانو؟ اهو ميسي بقى ياما اتبهدل من اعلام بلده وجمهوره، دول كانوا مسميينه المتخاذل. ده اتبهدل جامد يا عيني، يعني اللي حضرتك بتشوفه ده ولا حاجه بالنسبه للي شافه ميسي، لدرجه انه في وقت من الاوقات اعتزل اللعب الدولي، بس رجع تاني واخد لبلده كوبا امريكا وفلومينينسي وكاس العالم، وما عملش نفسه مصاب عشان يهرب من ماتش. نيجي بقى للحالة التانية، وهي ان ماتش غانا كان فيه تدخلات عنيفة كتير، وطبعا نابك من الحب جانب، فحضرتك خفت على نفسك، اخترت انك تحافظ على نفسك وعلى مستقبلك في انجلترا. بص يا كابتن صلاح، احنا مش زعلانين انك خرجت من ماتش غانا، عارف ليه؟ علشان اللعيبة فاقت لما انت طلعت، كأنك كنت كابس على نفسهم، معرفش ليه. بس ارجع واقولك احنا اللي غلطانين يا صلاح. احنا اللي غلطانين، احنا اللي قعدنا نمدح فيك زيادة عن اللزوم. وغلطة اتحاد الكورة ابتدت من أول ما ادولك شرط الكابتن، وكان في ناس تانية أحق منك بيها، وتدخلاتك الكتير في المنتخب وهم سمعا وطاعة. اتحاد الكورة خايف منك لا تفضحه، لما اتحاد الكورة يخاف منك أكيد اللعيبة هتخاف منك. كده لما طلعت فاقوا، كنت عامل عليهم استرس يا صلاح. ما تزعلش من العتاب يا أبو صلاح، في مثل بيقولك العتاب على قد المحبة. علشان كده بنعاتبك يا صلاح، لأن احنا كنا مستنيين منك كتير وكتير قوي كمان. طب اقول لك على حاجه تانية، احنا ليه مش بنعاتب النني؟ احنا بنعاتب فيتوريا ان هو مخلي النني، بس ما بنعاتبش النني نفسه، لاننا مش عشمانين فيه ومش مستنيين منه حاجه. احنا عارفين ان هو وحش ومش عايزينه في التشكيل من اساسه. على فكره الجمهور ذكي وذكي جدا كمان، عارف مين اللي بيلعب بقلب، زي مصطفى محمد كده لما وقع وما كانش قادر بس قام علشان كان فيه فرصه جون، ومين اللي بيلعب وهو خايف على نفسه يا صلاح. وده اخر الكلام. سلام.